ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت حلوة بسيطة جدا وجميلة قوي، تعجبكم قوي كمان لو عملتوها هتشرفكم قدام ضيوفكم. يعني عايزة اقول لكم حاجة جميلة قوي قوي، بسيطة كمان وموجودة عندك في البيت، يعني مش هنجيب حاجة من بره. طبعا الحلوة دي اللي هي اسمها العزيزية هنعملها بطريقة سهلة جدا. هنا اول حاجة معايا طبعا مية مغلية، كوباية شعرية كبيرة، الشعرية العادية الصغيرة اللي هي بنحمر بيها الرز يعني. تكون مية مغلية وهنضيفها ونقلب كده فيها، يعني هنسلقها. تكون المية كتيرة يعني عشان هنسلقها خالص ونطيبها خالص. هنقلب كده فيها وبرضو احنا مشغلين النار، يعني بتغلي على البوتاجاز. عايزة اقول لكم جميلة قوي قوي بجد، وحاجة فخمة يعني، وحاجة سهلة، يعني اي بنت هتعرف تعملها، اي بنوتة في الدنيا هتعرف تعملها. كمان من غير هاند بلندر ولا اي حاجة. طبعا بصوا انا سلقتها لحد ما استوت، يعني هي كده استوت بس هو طبعا تتعجن منك. طبعا هنا انا معايا المفرقة، هي المفروض تعمليها بالهاند بلندر، بس انا بصوا يعني الجيش قالك اتصرف، عملتها بالمفرقة العادي. فانا عايزة طبعا ايه هنضربها نص ضربة. لو عملتها بالمضرب الكهربائي هتتفرم قوي، ده انا حبيت كده، مش عايزة يعني مش عايزة افرمها قوي. تمام كده بصوا نص فرن. طبعا ضفت هنا نص كوباية سكر، والسكر ده على حسب الرغبة، ممكن تضيفي كوباية على حسب ما انت بتحبي التحلية. التحلية تكون يعني محلية قوي مظبوطة، بس احنا مش بنحب السكر كتير فانا ضفت نص كوباية سكر، وكانت يعني جميلة ومحلية، يعني مش لازم تكون مسكرة قوي. طبعا هنا محضرة ريت الحليب في بولة كده، وطبعا معاكي نشا، ولو موجود عندك كريم شانتيه، لو مش موجود هقولك البديل بتاعه تحطيه زي ما انا حطيت. طبعا اهو ده النشا، النشا ده من عند العطار كلنا عارفينه. هضيف كده 4 معالق كبار. وده كريمة النباتي، لو مش موجود عندك تحط كريم شانتيه، بس انا ما كانش موجود عندي فانا ضفت بصراحة الكريمة النباتي. ده برضو ادى طعم حلو قوي وجميل قوي. وطبعا فانيليا، عشان طبعا هي يعتبر حاجة محلية، فلازم طبعا الفانيليا، فاللي مش برضو مش بيحب الفانيليا ما تحطهاش. بس انا بصراحة عشان ولادي مش بيحبوا الحليب وكده، فبضيع لهم خالص ريحة الحليب، فبضطر ان انا اضيف الفانيليا. وطبعا هقلب كده بالمعلقة، طبعا المعلقة مش هتنفع معايا خالص، فدلوقتي برضو هجيب اللي هو المضرب اليدوي وهقلب بيها احسن. طبعا لو عندك جوز هند هتحطي معلقة جوز هند انتوا بتضربي كده، بس انا ما كانش موجود عندي. بصوا انا جبت المضرب اليدوي ده عشان طبعا ايه انا عايزة اضربها كويس. طبعا الكريمة النباتي زي ما شفتوا كده بتحطي من معلقتين ل3 معالق. خلاص كده بعد ما دوبتها هنروح بقى على البوتاجاز، وانا مولعه البوتاجاز في المرحله دي. هضيف كده برضو وهقلب، وطبعا هتفضلي برضو مولعه البوتاجاز لحد القوام ما يتقل معانا، وطبعا تكوني مسخنه الفرن في الوقت ده.
عشان هندخلها في الفرن. يعني بعد ما القوام ما يتقل وكده هنضيفها في صينية وندخلها الفرن. هنقلب كده طبعا، والنار تكون وسط. حط اللايك يا قمر، اعملوا لي شير الفيديو كتير كتير. عايزه اقول لكم بصراحه الحلوه دي مغذيه جدا وحلوه قوي قوي. هقلب طبعا لحد ما القوام ما يتقل زي ما قلت لكم. في المرحله دي انا عليت البوتاجاز طبعا عشان تغلي معايا بسرعه والقوام يتقل. بس اهم حاجه ايديكي فيها على طول عشان ما تعملش كتل معاكي وتكتل معانا. طبعا بتكوني محضره سمنه بلدي، ان احنا برضو هنضيف لها معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده الموجود عندك. بس كده ضفت مع معلقه سمنه بلدي. لو مش موجود عندك ممكن سمنه عادي، ممكن سمنه نباتي، ممكن زبده. وهقلب طبعا. بصوا القوام بدأ يتقل معايا من قبل ما احط السمنه، طبعا بدأ يتقل. انا عايزه القوام يبقى زي الكريمي زي ما هتشوفوا دلوقتي. حلوة قوي بصراحة. ممكن يعني حلوة في وسط الوجبات، تديها سناكس للعيال. حلوة قوي بجد وجميلة قوي، مغذية قوي. وبصوا الشعرية باينة فيها طبعا، بس لما هدخلها الفرن مش هتبان خالص فيها. احنا وبنقطعها مع بعض زي ما شفتوا في اول الفيديو. بصوا كده اهو، كده خلاص بدأ يتقل كده. تمام كده بدأت تغلى كده خلاص. طبعا في صينية تكون مدهونة معاكي برضو نص معلقة سمنة بلدي. بصوا بعد ما ضفتها لقيت بقى السمنة من حواليها، عشان انا طبعا كترت مني وكده. فبصوا بدهن الوش بتاعها. انت طبعا لو مش موجودة عندك، يعني يعني مش زي كده كترت السمنة، لازم ندهن الوش سمنة من فوق. بس طبعا انا عشان زاد كده حوالين الجناب، انا طبعا إيه بعمل بيه كده من فوق، عشان الوش عايزين الوش كده لونه محمر قوي. وهي السمنة دي اللي من فوق اللي هي هتحمر لك الوش. تمام كده. طبعا احنا مسخنين الفرن ودخلها الفرن. بالظبط هتاخد يعني نص ساعة في الفرن او تلت ساعة. طبعا هي هتغلي في الفرن وهتحسيها عملت كده سايل وكده. بس لا، سيبيها لحد كده ما تشرب زي ما شفتوا كده. واخر حاجة بنشغلها الشواية وتدينا لون كده وخلاص، على ما اتمسكت كده خلاص. طبعا لازم بتخليها تبرد نص ساعة اقل حاجة. وافضل اكتر من كده عشان تبقى برضو القطعة متماسكة. انا بصراحة يا دوبك خليتها نص ساعة وكنت مقطعها يعني. بجد اكلة جميلة قوي، بجد تحلية سهلة جدا. بصراحة جميلة قوي، هتشرفك يعني قدام اي حد.
ايه رأيكم بقى؟ بصوا لما القطعة متماسكة وجميلة وزي الفل. ان عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي اضغطوا لي لايك وتفعيل زر الجرس والمشترك في قناة ام كرس اشترك، واعملوا لي شير كتير 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 حبايب قلبي. ده كان فيديو النهاردة بسيط جدا وجميل قوي. ايه رأيكم بقى؟ بصوا انا بقطع بجد بجد حاجة جميلة